غسيل 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 طول الايام غسيل. ايه، ما بتزهقيش من الغسيل؟ لا يا جماعه، بصوا، انا والله زيكم بزهق من الغسيل، بس يعني امر طبيعي، يعني اللي احنا بنلبس وبنغير وبنقلع ونلبس يبقى لازم يبقى فيه غسيل، مش نظيف لازم يتغسل. فطبعا غصب عننا والله الواحد بصوا بيزهق. بس طبعا بعد الغسيل مرحلة النشير، وبعد مرحلة النشير مرحلة التطبيق، وبعد مرحلة التطبيق مرحلة الرص. فبصوا يعني خلاص هو ذنب بنخلصه في دنيتنا موضوع الغسيل ده. المهم طبعا عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي لكم فيديو جديد وروتين، تكملة الروتين اللي فات، اللي هو الروتين اللي انا عملته معاكم بعد ما جيت من مصيف. طبعا عايزه اقول لكم ان مفيش حاجه بتخلص وشغل ورانا، بس كان لازم اعمل كده يعني. طبعا عشان بس اروح كام يوم كده اللي انا اغير جو وبتاع، واطلع من مود الشقه والكلام ده كله. بصوا في الاخر الواحد بيرجع كده يتعب ويشقى ويفضل بقى يطلع عينين في الشقه. طبعا خلصت غسيل، كان عندي الغسيل اللي هو الابيض، لان كنت مخلصه معاكم الغسيل في الفيديو اللي فات اللي هو الملون. مسكت بقى الغسيل الابيض، خلصته وغسلته بقى بالكلور وبقى زي الفل، ونشرته ولميته كمان وبصوا بقى كنت مركنه بقى الهدوم ده. كان عندي بقى بصوا ماتش بقى تطبيق، مرضتش اتعبكم معايا واخدكم في موضوع التطبيق ده، لان بصوا كان عندي كميه غسيل. الالوان اللي انتوا شفتوها غسلتها في الفيديو اللي فات، والابيض ده كميه غسيل رهيبه. كنت عماله بقى اطبق جبل هدوم تمام يعني الاهرامات كانت عندنا في البيت. وبس كده. وبرده غسلت الشنط اللي انا كنت واخداها معانا، احنا كنا بنحط فيها الاكل والحاجات، يعني اي حاجه استخدمتها في خلال فترة المصيف، من الشوزات للشنط لكل حاجة، حتى شنط السفر مسكتها بقى دعكتها كده على الحوض يعني في الحمام، غسلتها كويس ونشرتها. بعد ما لميت الغسيل كان دي اخر حاجة خالص بقى بفنش بيها يعني موال الغسيل ده خالص يعني الحمد لله. طبعا جيت بقى هنا، كان فاضل الجزء ده بتاع الركنة. طبعا اللي ما تابعش الفيديو اللي فات يخش على اللينك الفيديو، هتلاقوا في القناة قبل ده على طول. تمام، خشوا اتفرجوا عليه عشان تشوفوا احنا ابتدأنا ازاي. اول حاجة ابتدأناها بعد ما جينا من المصيف. بس فطبعا كنا عاملين الجزء اللي هو بتاع الانتريه المره اللي فاتت. المره دي هفرش الجزء بتاع الركنه. طبعا الركنه دي يا جماعه لما جيت مسكتها بقى غسلتها غسله كويس، بس طبعا مرضتش ايه اللي انا اخدكم معايا في موضوع الغسيل برضو والكلام ده كله. كنت بحاول اختصر معاكم عشان برضو ايه ما تقلش عليكم وكده، لاني برضو الحاجات دي ما بتخلصش بصراحه يعني. الترويق والحاجات ده كلها زي ما قلت لكم ورانا، مطرح ما بنروح هنلاقيها ورانا برضو. طبعا جيت هنا بقى يا دوبك، بعد طبعا نفضت الركنه وقلت لكم غسلتها كويس. وبعد كده جينا بقى في مرحله الفرش، ودي المرحله بقى اللي انا بحبها بجد يا جماعه. المرحله اللي انا بحبها مرحله اللي انا افرش بقى، اللي هو نضفت الشقه كلها وخلاص بقى الفرش بيبقى بصوا قلبي كده بيرقص من الفرحه. فبجد يعني بتبقى احلى مرحله في تنظيفات الشقه كلها. طبعا الفرش مش يعني بياخد معاكي وقت، بس برضو مش زي التنظيف، وما بتكونيش زهقانه وانت بتفرشي، بالعكس انت بتكوني فرحانه جدا ومبسوطه، واصلا عندك يعني طاقه وحماس ان انت تفرشي وتخلصي الشقه باسرع وقت ممكن. يعني اللي انت بتبقى عايزه بقى تنجزي بقى بتلمي الشقه وخلاص بقى. خلاص الحمد لله انا نضفت ولمعت وظبطت الدنيا ومسحت، فاضل بقى ايه الفرش. طبعا انا كنت لسه ما مسحتش الارض، انا بس مسحت كده تحت الركنه عشان الركنه طبعا انا هفرش الفرش عليها زي ما انتم شايفين كده. فطبعا هي ثابته في مكانها مش هجرها تاني، فقلت اجرها كده بالمره وبعد كده ايه وامسح مكانها واسيبها بقى زي ما هي، وامسح بقى المسحه الاخيره. طبعا فرشت برضو المفارش كده، بصوا كل ده منضفاه ومنفضاه ومظبطه الدنيا. فرشت كده المفارش بقى، قلت اغير كده في المفارش. انا زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي انا كنت بعملها معاكم الروتينات، انا عندي كذا غيار يعني، ف مش بحب اهلك في غيار واحد، بحب اللي انا بدل. وكمان برضو ايه التغيير برضو مطلوب. جيت هنا طبعا الزرع ده الزرع اللي انا بحطه هنا اللي هو اللي بيتحط ديكوريشن وكده في المكان.
كنت غسلاه يعني عشان بياخد وقت معايا، وكمان اللي هو بيتصفى وكده، وبستناه لغايه ما ينشف، وما ينفعش ان انا احطه طبعا مبلول. ف بياخد وقت معايا، فغسلته قبل ما اسافر وشيلته، وقلت ايه يعني اللي هو يا دوبك بس. برضو كنت غاسله المفارش كلها زي ما قلت لكم، يا دوبك بس اللي انا هلمع او هنفض المكان او هظبط الدنيا، ويا دوبك هفرش بس. فسرع معايا يعني في الوقت يعني وفي المجهود. فرشت كده وظبطت وحطيت بقى الفازات الزرع الصغيرة دي، حلوة جدا وبتدي روح للمكان. بصراحة أنا بحب الحاجات الخضراء عامة، يعني بتحسسني بالطبيعة. نفضت كده المكان وظبطت الدنيا. عايزه اقول لكم بجد يعني شقتي بتوحشني جدا مهما بغيب عليها، مع اني ببقى عاتله الهم قبل ما امشي في تنظيفها اللي انا اسيبها الفتره دي. ببقى عاتله الهم وانا في المكان اللي انا فيه مثلا، ايا كان بقى في سفريه، ايا كان ايه السفريه يعني نظامها ايه او شكلها ايه. انا ببقى عاتله الهم طول ما انا في السفريه دي. ببقى عاتله هم اللي انا لما ارجع الشقه، يا ترى الشقه هتاخد معايا وقت قد ايه، فاهمين قصدي؟ وعارفه ان انا هرجع اكيد هلاقي الشقه فيها تراب، حتى لو تراب بسيط، لان انا ببقى سايباها نظيفه وايدي فيها على طول. برضو التراب ده بيضايقني جدا، يعني بحس ان الشقه يعني لو فيها هفوة تراب بحس ان الدنيا متبهدله. فبحب جدا النظام، وبحب ان انا لما الحاجه اشوفها كده الحاجه نظيفه وبتلمع قدامي بصراحه. وبصوا يعني من اكتر الحاجات اللي بتخليني اتعب، يعني انا بخلص الشقه من هنا وبلاقي نفسي خلاص بقى رجليا ما ببقاش قادره ادوس عليها، وببقى تعبانه جدا ومش قادره اعمل حاجه خالص. وعارفين اللي هو لو لسه ورايا اكل بقى هعمله، ياه بكسل عن الاكل، ممكن ما اعملش اكل اصلا، ممكن نقضيها اي حاجه. جيت هنا بقى خلصت اهو خلاص. هفرش بقى بقيت كده المفارش خلاص الحمد لله. خلصت الجزء ده كله، وهبتدي بقى اخش بقى في المرحلة التانية بقى اللي هو مرحلة المسح طبعا. يعني خلاص بقى انا كنت خلصت، على فكرة كنت خلصت الاوض. عشان بس اللي هيقول مثلا هو انت ليه اماني يعني اللي احنا شايفينه ان انت بتنضفي الريسبشن بس وكده، لا الاوض نضفتها طبعا، ده اول حاجة بعملها. البلكونة، لان البلكونة في اوضة النوم. البلكونة، وبعد كده بخش على اوضة النوم، وبعد كده ببتدي انضف اوضه الاطفال واقفلها. الاوض بتتلم بسرعه اصلا في عمايلها، يعني غير الريسبشن بيبقى مفتوح وبيبقى فيه تفاصيل كتير، انما الاوضه بتتلم على طول. اللي هو هتلم ملايات، هتفرشي سرير، هتلمعي كده شويه حاجات، هتمسحي وشكرا على كده. مش ما فيهاش تفاصيل كتير، مش هتفضلي بقى تجرجري وتزقي وتعملي اللي انا بعمله ده. ف... فبصراحة وهتخلصي منها وتقفليها، فانت كده خلصتي، يعني يعتبر خلصتي جزء من الشقة كبير، نص الشقة يعتبر. وطبعا قلت اخلص الريسبشن، وكنت عاملة المطبخ. بصراحة كنت عاملة المطبخ وكنت عاملة الحمام يعني حاجات فيها يعني شوية حاجات كده كنت عاملاها في الحمام. بس كان فاضل يا دوبك بس ان انا انضف الارضيه، كنت سايباها لاخر حاجه طبعا بعد ما بخلص مسح، لان انا بروح اغسل المساحه وارجع تاني امسح، اغسل المساحه وارجع تاني امسح. فطبعا كان لازم ان انا اسيب ايه، الحوض اخر حاجه، حوض الحمام والارض ان انا اعملها في الاواخر. ودي ما خدتش معايا يعني 5 دقايق، ما خدتش معايا 5 دقايق. بمسح برضو كل حاجة كده، بزق كده تحت الكنب وتحت الكراسي وكل حاجة. بصوا زي الفل. طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا ملمعه كل ده، يعني السفره لمعتها، كل حاجه ملمعاه، خشب ملمعاه. بس ما قدرتش اللي انا اعمل بقيه الحاجه، يعني خدت هدنه كده وبعد كده رحت كملت. تمام، فعشان كده جبت لكم يعني الجزء ده تكملت الفيديو اللي فات. طبعا خلصت كده ورجعت مسحت كده مسحه كده في السريع، يعني تحت الركنه برضو كده، عشان لو في حاجه مثلا ما خدتش بالي منها لما جرجرت الركنه بتاع كده يعني. فرشت بقى الحافظه دي، كنت برضو من الحاجات اللي انا قبل ما امشي غسلاها الحافظه. كنت سايبه حافظه واحده بس هي اللي كنت سايباها، تمام، بس الحافظه دي كانت نظيفه، يعني كنت سايباها نظيفه. خلصت هنا والسوق، عايزه اقول لكم بقى راحه نفسيه ما بعدها راحه يا جماعه بجد. الحمد لله الفيديو خلص على كده، واشوفكم على خير فيديو جديد، ومع السلامه.